ترى مين الشرير في العالم ده؟ هل اللي بيقتل ولا اللي بيدفع للقاتل؟ وهل الشر هو نتيجة أم هو مجرد سبب؟ هل الحب ممكن يغير حياة شخص؟ ممكن يعدل طريقه؟ لحظة واحدة، قرار واحد ممكن يكسر كل حاجة جواك. هل في الوقت ده في فرصة للرجوع؟ طفل كان بيخاف من الوحش اللي في الضلمة، ممكن يجي اليوم ويبقى هو الوحش ده. فيلم ليون ذا بروفيشنال بيتكلم عن الحب، وعن ازاي الحب ممكن يغيرك، وعن الشر، وازاي في ناس هي اللي بتختار انها تكون شريرة بمحض ارادتها، وناس تانية بتتحط في طريق الشر بدون اختيارها. وهل ممكن بعد كل ده تقدر تخرج من طريق الشر؟ حضر حاجة تشربها وشوية مشاعر كده ممكن تكون انت نسيتها من زمان، ولايك وسبسكرايب للفيديو، وابعت الفيديو ده لاكس وقول لها مش ناوية ترجعيني عن طريق الشر. الفيلم بيبدأ وبيورينا ليون القاتل المحترف، وحرفيا بيورينا قد ايه هو محترف فعلا. مش مهم عنده روح حد، المهم ان هو ينفذ المهمة. الفيلم بيبني ليك شخصية من البداية وبيخوفك منها، بعد كده بتلاقيه شخص شكله عادي جدا، ملامحه مفيش فيها اي نوع من انواع الشر. في نفس الوقت بيوريك على الجنب التاني ماتيلدا اللي كنت انا بكرش عليها وانا صغير، والله العظيم وانا صغير. الفيلم ده اتعمل قبل ما اتولد اصلا، يعني على ما بدات افهم يعني ايه تحب اصلا كانت الممثله دي كسر سن ال 30 يعني. بالمناسبه قصه كده جانبيه، ان ناتالي بورتمان في الدور ده كانت عامله كاستنج وسط 2000 طفله، والمخرج اختارها عشان هو كان عايز بنت صغيره وجسمها يبقى جسم بنت صغيره، ولكن شكلها يبقى شكل اكبر من سنها، وحقق قمه في البدوفيه صراحه. ليون وهو راجع بيته بيشوف ماتيلدا على السلم بتشرب سيجاره، ولما بتشوفه بتخبيها، بيسالها ليه خبيتيها؟ عشان هي خافت ان هو يقول لابوها. ويشوف رين على وشها علامات ضرب، ولكنه مش بيعمل اي حاجه. بيخش شقته في الوقت ده بنشوف ابوها بيكون شغال في المخدرات، كان بيعمل مهمه ان هو يخزن المخدرات، ولكن الشحنه اللي معاه قلت، هو بيقول ان هو ما خدش منها حاجه. وهنا بنشوف واحد من افضل اشرار السينما، نورمان ستانسفيلد، ولكن احنا هنقول له ستان. يعني بيظهر قد ايه ستان ده مضطرب نفسيا وسايكوباث في نفسه جدا، حاجه جوكريه كده في نفسه. وبيهدد ابو ماتيلدا معاك لحد بكره الظهر، يا تجيب البضاعه يا تقول مين اللي خدها. وبعد ما ستان بيمشي بيروح ابو ماتيلدا يضربها بلا هدف، هو خلاص اللي هو انت قاعده هنا بتعملي ايه ومساعد امك في البيت. كل ده كان ليون مراقبه من شقته. ليون كان ليه روتين محدد كل يوم الصبح بيصحى يتمرن على السرير شويه تمرين بطن، بعد كده يشرب اللبن. هو مش بيشرب حاجه غير اللبن، خليك فاكر ده كويس. وبيطلع بعد كده النبته بتاعته للشمس، وبعدها على المغربيه بيدخلها تاني ويستحمى ويشرب اللبن وينظف النبته وينام. ولكنه مش بينام على السرير، بينام على الكرسي، مسدسه جنبه، لابس نضارته ومطفي النوم وبينام. دايما كان في حاله من التأهب. ماتيلدا كانت بتتعامل في البيت بطريقه وحشه جدا. اب بيشتغل شمال ودايما بيضربها وبيعنفها، ام مش مهتمه غير بنفسها، اختها كبيره في سن المراهقه مهتمه بس انها تكبر عشان الاولاد يعني يعجبوا بيها، وهي عيله عندها 12 سنه يا دوب عايزه بس تقعد تتفرج على كرتون على التلفزيون عادي. انا شحطه، هو دي اقصى احلامي. ولكن ما كانش بس في العيله دي غير اخوها الصغير، هو مش مختلف عنهم في حاجه غير ان هو لسه عيل صغير، لسه ما تلونش زيهم، الدنيا لسه ما طبعتش في حاجه، عشان كده هو لسه بريء. ماتيلدا لما المدرسه بتتصل بيهم في البيت بترد وبتكبر صوتها على اساس انها امها. لما بيسالوها هي ليه البنت مش بتيجي من اسبوعين، بيكون رد ماتيلدا انها ماتت، ودي حقيقه، ماتيلدا ميته في جسم عايش. ليون اللي بيظهر لنا في اول الفيلم ان هو وحش، بيروح السينما، بيبان قد ايه نظراته نظرات طفل وهو بيتفرج على الفيلم وهو مستمتع قوي. الشخص اللي دايما وشه عابس، وشه دلوقتي كله انبهار بالفيلم، كانه عيل صغير منبهر باللي شايفه. في برضه اسقاط حلو هنا، الاغنيه اللي كانت ظاهره في الفيلم اللي كان بيتفرج عليه بتقول فيما معناه ان برغم من كل السواد ده الحب خلينا نشوف الحاجات بطريقه مختلفه. لين وهو راجع البيت بيلاقي ماتيلدا مضروبه في وشها لدرجه ان مناخيرها بتنزف. بتسال ماتيلدا ليون سؤال مهم، هي الحياه دايما قاسيه كده ولا ده بس لما تبقى صغير؟ ليون مش هيجمل الكلام، هيقول لها دايما قاسيه، صغير كبير، الحياه دايما قاسيه. ماتيلدا بتقول له انها نازله تجيب حاجات من الماركت، تحب اجيب لك لبن؟ علبتين صح؟ هي حافظاه عشان دايما بتشوفه جايب علبتين لبن معاه وهو طالع. وليون بيوافق وبتنزل ماتيلدا. انت شكلك نسيت حاجه صح؟ ستان ادى مهله ابو ماتيلدا لحد الظهر، ووقت الظهر جاب رجالته داخلين يقتحموا البيت على عيله ماتيلدا. وهنا بيبان قد ايه ستان ده شخص سايكوباتي، بياخد الشوت جن بتاعته وبيخش يقتل كل فرد من العيله بتاعت ماتيلدا، امها، اختها، مش بيتبقى غير 2 بس، اخوها الصغير اللي كان مستخبي تحت العفش، وابوها اللي ستان واقف بيهدده. ولكن ابو ماتيلدا بيكون مخبي مسدس جنبه وبيضرب بيه ستان.
وقتها اخو ستان بيقوم يجري، ولكن للاسف بيتقتل، وستان بيقتل هو كمان ابو ماتيلدا. كل ده كان ليون مراقبه من عين السحريه. ماتيلدا بترجع البيت وبتشوف وهي معديه واحد واقف على الباب وجثه ابوها مرميه. حتى كمان بتسمع ان اخوها الصغير اللي عنده 4 سنين بس اتقتل. بتكمل طريقها لحد باب بيت ليون، بترن عليه الجرس، تفضل تعيط وتقول له ارجوك افتح الباب. ليون بيبقى مش عارف يفتح لها ولا لا، ولكنه في النهايه بيفتح ليها الباب. ماتيلدا بتخش الشقه وبتحط اللبن في التلاجة، وليون بيفضل يراقب الباب زي ما هو. واحد من اللي في شقه ماتيلدا بيلاقي صوره فيها العيله كلها، وبيعرف ان لسه في حد ناقص. ساعتها الشخص اللي على الباب بيشك انها هي البنت اللي شافها، وبيقرب من الباب، وليون بيكون على استعداد ان هو خلاص يقتله. ولكن ماتيلدا بتعمل اللي كانت نفسها تعمله في بيتها، انها تتفرج على كرتون. فصوت الكرتون بيخلي الراجل يقول شكلها بنت الراجل، وبيسيبهم وبيمشي. ليون بيقعد مع ماتيلدا، هو ما كانش عارف اسمها ودي اول مره يعرفه، وبيتاسف ليها على اللي حصل لابوها، ولكنها بتقول له هو ما حدش عملها، كنت ممكن انا اللي اعملها. وبنعرف ان امها دي مش امها اصلا، دي مرات ابوها، عشان كده كانت بتعملها وحش. وحتى اختها دي اختها من الاب بس، هي مش زعلانه غير على اخوها الصغير، عمل ايه في حياته ده عشان يتقتل. بتقول ليون انها كانت امه اكتر من الخنزيره دي اللي تقصد هنا مرات ابوها. ليون ساعتها بيقول لها ما تقوليش كده على الخنازير، هي في الغالب احسن من البشر. والله يا لين اخويا هو اي حيوان هو احسن من البشر اكيد. بيقول لماتيلدا ان هو عنده خنزير في المطبخ، وبيقوم يجيب ليها عروسه من اللي بتلبس في ايدها على شكل خنزير، وبيقعد يهزر معاها ويعمل صوت خنزير. فبتضحك ساعتها وتساله اسمك ايه؟ بيقول لها ان هو اسمه ليون. فبتقول له ساعتها اسم كيوت، وبصتها ليه بتكون غريبه، مش بصت طفله خالص. حتى ليون اصلا بيتوتر منها، ولكن هي ملهاش حد تروح له. بتفتح شنطته بتلاقيها مليانه اسلحه. لما بتساله بتشتغل ايه بيقول لها ان هو بيشتغل منظف، بمعنى ان هو قاتل مأجور. طب بتقتل اي حد؟ ولا ستات ولا اطفال. طيب كام تمن انك تقتل شخص؟ $5000. بتفكر شويه كده، بص انا هشتغل عندك، انضف لك، اعمل لك كل حاجه مقابل انك تعلمني اقتل. ولكن ليون بيرفض، بينامها على سريره وبيروح ينام هو على الكرسي كطبيعته. بس بيقوم بعدها بشويه وبياخد مسدسه عشان يقتل ماتيلدا. هو عايز يخلصها من المعاناه اللي هي هتشوفها في حياتها، ولكنه مش بيقدر يقتلها. تاني يوم بيقول لها خلصي فطارك وامشي، انا ماليش دعوه بيكي. بتروح له تديله ورقه عشان يقراها، ولكنه مش بيعرف يقرا. بتقول له انها عايزه تبقى منظفه زيه. بيديها المسدس وبيقول لها خديه هديه وامشي، انا ماليش دعوه بيكي. ولا زال جواه مش عايز حد عايش معاه، عايز يعيش وحيد زي ما هو اتعود. بتاخد ماتيلدا المسدس وبتفضل تضرب نار عشوائي في الشارع. وبيقرر ليون ان هو يخليها معاه ويعلمها. بيسيب الشقه اللي هو فيها ويمشي معاها لمكان تاني، وبيأجر اوضه في فندق على اساس ان ماتيلدا بنته. ليون بيروح لتوني صاحبه، الشخص المسؤول ان هو يديله المهام، ويطلب منه سلاح للتمرين بحجه ان هو محتاج يتمرن شويه. ولاول مره بنشوف ليون بيبتسم، وده كان من تأثير ماتيلدا عليه، بدأت انها تغير فيه واحده واحده. بيبدأ ليون ان هو يعلم ماتيلدا كل حاجه عن القتل، وهي بتعلمه القرايه. في مره ماتيلدا بتسأله عن النبته بتاعته، بيقول لها انها اعز اصحابه، دايما سعيده ومش بتسأل، وزيه ملهاش جذور. ماتيلدا هنا بتقول له حاجه مهمه، لازم تزرعها عشان يبقى ليها جذور. الزرعه دي بتمثل ليون، تطلع الصبح للنور وبالليل بتستخبى، وملهاش جذور زيه بالظبط. هو ملوش حد، لا عيله ولا صديق ولا حبيب، ولكن جذوره بدأت تظهر، بدأت بماتيلدا. ماتيلدا بتقول لليون انها بدأت تحبه، ولكنه بيقول لها ان ده كلام فاضي، دي لسه عيله صغيره. وبينزل ساعتها عشان يعمل مهمه من مهامه. ماتيلدا لسه طفله، عانت كتير قبل حتى ما عيلتها تتقتل، عشان كده كانت تصرفاتها مضطربه. نزلت صاحب الفندق اللي هم فيه وقالت له ان ليون مش ابوها ولا حاجه، وان هو حبيبها. بعدها بتروح شقتها من تاني، وبتاخد الدبدوب بتاعها، وبتاخد فلوس مستخبيه في الارض. وبتشوف ساعتها حاجه بتقطع ماتيلدا من جواها، وبتزود على عذابها مليون عذاب. بتشوف مخطط على الارض مكان جثه اخوها الصغير. تخيل طفله في سنها حاجه زي دي ممكن تاثر عليها ازاي. ولكن في شرطه بتخش المكان وهي بتستخبى، وبنعرف في الوقت ده ان ستان اصلا ضابط مكافحه مخدرات، يعني حاميها حراميها. ماتيلدا بتعرف مكان مكتبه بالظبط فين. ليون بيرجع البيت بعد المهمه بهديه ليها، الشخص القاسي اللي بيتم من غير رحمه، اللي هو جايب الهديه اصلا ايده بتنقط دم بسبب ان هو متصاب. بيبص ليها زي الاطفال اللي عامل حاجه كويسه ومستني بس حد يمدحه. ولكن صاحب الفندق بيجي عشان يمشوا، وبيمشوا من المكان تاني. ماتيلدا بتدي فلوس لليون مقابل ان هو يقتل ستان، ولكن ليون بيرفض. طب ليه؟ انت بتقتل الناس بدم بارد، ايه المشكله يعني لما تقتل ده؟ ولكنه بيعرفها ان الانتقام مش كويس لما بتعمله،
الإنسان بعد ما بيقتل حد بيتغير ومش بيرجع زي الأول تاني. انسي يا ماتيلدا. ولكن تنسى ازاي وهي لسه شايفة مخطط جثة أخوها اللي عنده 4 سنين؟ بتاخد منه المسدس وبتقوله طيب هنلعب لعبة، لو انت مش مهتم بيا زي ما انت بتقول بتحط طلق في المسدس وهتضرب نفسها، لو كسبت يعلمها، لو خسرت كل حاجة انتهت. ليون بيقول لها هتخسري، تفرق ايه معاك؟ بيقول لها ولا حاجة. بتقول له لو في قلبك ذرة حب ليا يا ليون هتندم بعد شوية انك ما قلتش. وبتمسك المسدس على راسها قبل ما تضرب. ليون بيبعد ايدها بسرعة. ماتيلدا كده كسبت وقدرت انها تزرع حب في قلب ليون. قلبه بقى فيه جذور. بياخد ليون ماتيلدا لتوني عشان يعرفوا انها تشتغل معاه. بيبدأ معاها ان هم ينفذوا مهمات عشان تتعلم، مهمة ورا التانية ورا التالتة، وكل ما الوقت بيعدي ليون جذوره بتطول اكتر. ليون بيطلب من توني ان هو لو حصل له حاجة يدي ماتيلدا الفلوس بتاعته اللي هو شايلها معاه. هو فعلا ماتيلدا قدرت انها تغير ليون بالطريقة دي؟ زي ما قلت لك ليون زي النبتة، ماتيلدا كانت الشمس اللي بتغذي النبتة دي. ماتيلدا فعلا كانت دايما لابسة في رقبتها طوق موجود فيه شمس، هي كانت زي الشمس بالنسبة لليون. ليون بيسيب ماتيلدا وبيروح يعمل مهمة لوحده وبيعدي الوقت، ولكن مش زي قبل كده. ليون بيتأخر يوم 2 3 وماتيلدا بتعمل نفس الروتين بتاعه، ولكن بدأت انها تشك ان هو مش راجع تاني وان هو خلاص اتخلى عنها. وزي اي طفل متهور بتقرر انها تروح تقتل ستان بنفسها، وبتعمل نفسها انها داخله مقر مكافحه المخدرات باكل دريفري مكتب ستان. بيخش بعد كده الحمام وهي بتخش وراه، ولكنه بيكون مستنيه جوه. هو مش عبيط، متنسيش ان هو ظابط. بيتكلم معاها شويه، هو مش فارق معاه انها طفله، عادي هو ممكن يقتلها. ولكن قبل ما يقتلها بيجيله زميله بيقول له ان في حد منهم اتقتل على ايد قاتل محترف. طبعا القاتل ده هو ليون. فستان بيسيب ماتيلدا عشان يشوف الموضوع ده دلوقتي. ليون ما تخلاش عنها ولا حاجه، وكان عايز ينتقم ليها زي ما كانت بتتمنى. بيرجع ليون البيت وماتيلدا سايبه ليه رساله بتقول له فيها اللي هي هتعمله، وسايبه له فلوس عشان لو فشلت ينفذ هو المهمه. طيب هل ليون هيسيب ماتيلدا في الوضع ده؟ بيروح ليون وبيقتل كل اللي موجودين وبينقذ ماتيلدا، واول حاجه بتعملها انها بتجري عليه تحضنه. ممكن تبقى عمال تقول ايه العلاقه البيدوفيليه دي؟ ما انا معاك انها علاقه مريبه، حتى انت ما تقدرش تقول عليها علاقه اب ببنته لسببين. السبب ان مشاعر ليون مش واضحه، والسبب التاني ان ماتيلدا فعلا حبت ليون حب مش حب بنت لابوها. حتى هي كانت عايزه انها تمارس معاه البغبغاء يعني، ولكن هو بيرفض. بس الفيلم مش دي رسالته اصلا، هو بيتكلم عن الحب وازاي الحب ده ممكن يغيرك. فلو حبيت تشوف علاقه بنت ليون حبها كانه ابوها قشطه مفيش مشكله. شفتها بيدوفيليا مقدرش اقول لك لا، ولكن الفكره كلها في الحب. طيب سؤال تاني، ليه ليون بقى كده؟ هو حكى لماتيلدا ليون اصلا شخص ايطالي كان بيحب بنت عيلتها غنيه، وهو عيلته كانت على قد حالها قوي، وهو والبنت كانوا بيحبوا فعلا بعض. ولكن ابو البنت دي ما كانش عايز العلاقه دي تكمل، لدرجه ان هو قتل بنته. بعد كده الراجل ده اتحبس يومين وخرج من القسم بحجه انها كانت حادثه، ولكن ليون ما فوتش ده، وفي يوم قتل الراجل. ومن يومها هو ما رجعش زي ما كان ابدا. اخد قارب وسافر لابوه في امريكا اللي كان شغال مع توني. ليون كان بيحكي القصه دي وهو متاثر جدا، قد ايه الموضوع ده كان صعب عليه، وهو يدوب سنه في الوقت ده كان 19 سنه بس. في الوقت ده ليون ما رجعش زي الاول من تاني، الى ان قابل ماتيلدا. ماتيلدا بتطلب منه ان هم يناموا على السرير مع بعض. هو بطل ان هو ينام على السرير من زمان، ولكنها بتقدر انها تقنعه. ولان مفيش قصه بتنتهي نهايه سعيده، عشان الحياه عمرها ما كانت سعيده، ستان بيوصل لتوني وبيعرف منه مكان ليون. تاني يوم ماتيلدا بتنزل تجيب حاجات من الماركت، وليون بيكمل نوم على السرير. ليون بدأ ان هو يحس بالحياه، ولكنها ما كانتش حاسه بيه. قبل ما ماتيلدا ترجع الشقه قوات الخاصه بتمسكها عشان هم عايزين ان هم يقتحموا مع ليون الشقه، وبيسالوها هل في بينك وبينه شفره معينه قبل ما تخش الشقه، طريقه معينه يعني تخبطي بيها عشان يعرف ان مفيش خطر. لكن ماتيلدا بتقول لهم الشفره دي غلط، وبيقتحموا الشقه. بس على مين؟ ليون بيخلص عليهم كلهم، فرقه كامله من القوات الخاصه بيخلص عليهم لوحده، لدرجه ان ستان جاب له كل القوات اللي يقدر يجيبها عشان يقتله. 200 ضابط عشان بس ليون. جون ويك كور جدا يعني. ولكن ليون بيقدر ان هو ياخد ماتيلدا من القوات وبيخليها تهرب من فتحه في الشفاط اللي في المطبخ، وبيكون معاها النبته. ماتيلدا بترفض، الفتحه دي مش هتكفيه. وهنا بنشوف قد ايه ليون اتغير. هي خلت لحياته طعم، بقى عايز ان هو يعيش، بقى عايز ان هو ينام على السرير، يمد جذور ليه زي النبته. بيطلب منها انها تروح لتوني وهو هيقابلها هناك،
ويخليها تهرب، وللأسف بيتضرب عليه قذيفة عشان يقتلوه، ولكنه كان أذكى منهم، لبس لبس من القوات الخاصة وعمل نفسه منهم ومتصاب. ولكن ستان كان ليه بالمرصاد وقدر إن هو يعرفه، وقبل خلاص ما ليون يوصل لنهاية الطريق اللي آخره نور، ستان بيضربه من ظهره، ولكن ليون بيديله هدية وبيقول له الهدية دي من ماتيلدا، وبيكون لابس قنابل وشد فتيل قنبلة منهم. وللأسف بيموت ليون، بس بياخد معاه ستان. ليون كان شخص عادي جدا، الظروف هي اللي وصلته لكده. خطأ واحد ممكن يحول البني آدم لوحش. رمزية اللبن في الفيلم كانت بتعني النقاء، ان رغم ان ليون بيقتل الناس بدم بارد الا ان لسه جواه ابيض. حتى بصاته كانت كلها بصات طفل بريء. الطفل ده ما طلعش غير لما قابل ماتيلدا، الشمس اللي كبرت النبتة رجعت ليها الحياة من تاني. زي ما سلب الحب من ليون زمان حوله لوحش، وجوده تاني رجعه بني آدم من تاني. ليون ما اتولدش شرير، الظروف هي اللي صنعته كده، على عكس ستان هو اللي اختار بمحض ارادته ان هو يبقى شرير. حتى توني ما خانش ليون، ستان عذبه وهدده باحفاده لو ما قالوش على مكان ليون. في النهايه تلدا بتروح مدرسه داخل تعيش فيها وتكبر، وبتاخد نبته ليون وبتحطها في حديقه عشان تمد جذورها زي ما ليون كان نفسه ان هو يمد جذوره. بس كده، ده كان فيديو النهارده. متنساش تعمل سبسكرايب، لايك، كومنت، شير. تنزل تحت في الديسكربشن هتلاقي كل اللينكات بتاعتنا. وبس كده، كان معكم حسن فهد، السلام عليكم.